عصابة الإعلامي الجزائري طالعة على الهوا منهارة، يعني نقدر نقول كده عندهم شبه صدمة بسبب فوز المغرب عالميا في الفوتوسال. طبعا الإعلامي الجزائري ما كانش متوقع أبدا إن ده كله تحصل عليه المغرب، ما كانش متوقع النتيجة المبهرة اللي احرزتها المغرب امام كرواتيا واسبانيا وغيره. المغرب طول عمرها قد اي مسؤولية، وعلى طول سبب نجاحها الاساسي انها عاملة لنفسها هدف وعاملة لنفسها خطة ماشية عليها صح، وفي نفس الوقت اللعيبة المغاربة يعني بصراحة الإدارة الفنية في المغرب بيدوا اللعيبة حقوقها كاملة، علشان كده تحس ان اللاعب يعني بيلعب وهو راضي، وفي نفس الوقت بيطلع كل الطاقة بتاعته في أثناء أي مباراة. فده يعني سبب رئيسي برضو في ان المغاربة يعني ما شاء الله عليهم في تقدم مستمر. واحد جزائري بقى محترم نادرا يعني طلع اخيرا على الهوا بيشكر في اداء المغاربة وبيبارك لهم على ان هم اصبحوا ما شاء الله الاول عربيا والسادس عالميا. وطبعا المغرب عارفة هي بتعمل ايه، وطبعا بيهني ويبارك بحفاوة قوي قوي. بصراحة اول واحد يكون عنده ضمير. ليه بقى ما نقولش عليه ان هو مثلا عميل وجاسوس ودسيس زي ما بيقولوا عليه الاعلام الجزائري؟ ده زمانهم دلوقتي هيولعوا فيه. طب ليه؟ ايه المشكلة اما واحد يبارك لاخوه في حاجة هو عملها ناجحة؟ يعني واحد على الاقل حتى ما عندوش حقد وغل، ده يمكن ده اللي يحسن صورتكم شويه يا جزائريين، يا اللي عاوزين كل حاجه على الجاهز. ليه يعني عاوزين كل حاجه ما تتعبوش فيها؟ المغاربه تعبوا واجتهدوا، انتوا مش عاوزين لا تتعبوا ولا تجتهدوا، مش فالحين بس غير في الانتقاد، الانتقاد ثم الانتقاد ثم الانتقاد. ليه الانتقاد بس؟ يعني ماشي انا بنتقد حد على حاجه غلط مش مشكله، يعني انا واحد عمل حاجه غلط قدامي من حقي ان انا اقول رايي، يعني انا من حقي ان انا اعقب. انما انا بنتقد عمال وعلى بطال ليه بتنتقد يا جزائري اخوك المغربي على الفاضي برغم كل مجهوداته؟ لو رغم ان هو لو نجح تقول انا شايف انه اداؤه عادي جدا، انا شايف انه هو مثلا ما عملش الاوفر اللي انتوا بتتكلموا عنه ده كله. بالعكس يعني اخواتنا المغاربه عارفين هم بيعملوا ايه ودارسين خطتهم صح ومش همج، وفي نفس الوقت هم ما شاء الله عليهم متدربين كويس جدا جدا. شطارة انتوا بس على نفسكم وخليكم في حالكم وعالجوا مشاكلكم بعيد عن المغاربه، ويا ريت ما تعاملوش المغاربه انهم شماعه الاخطاء بتاعتكم، لانكم انتوا عندكم بلاوي وكوارث والواحد لو اتكلم عنها بجد هيسوق من صورتكم اكتر ما هي سيئه. طبعا الفيديو اللي نعرفش تعرفوا بقيه التفاصيل اتمنى الاشتراك في زر الجرس بالله عليكم اخواتنا المغاربه فضلا وليس امرا. ما تنسوش تحطوا له لايك وصلوا على سيدنا النبي.